ناموا على حساب الشعب المغربي، خلوا الشعب المغربي عايش في الجوع وفي الشر. لأن كما قلت لو كان عنده عقلانية النظام المغربي مصلحة الشعب الصحراوي من الاستقلال اللي هو حق مشروع ما يقدر لا هو ولا غيره يوقف طريقه. عندما الشعب الصحراوي يأخذ الاستقلال ألم تكن هذه المنطقة المغرب العربي كل البلدان المستقلة حولية اليوم المغرب العربي بما يخدم مصالح الشعوب، ثروات، مساحة، خيرات، الجوع، وتعيش الناس كل مرتاح. هو مش بقى هو حاول تعود يخلي شعبه في نيجيريا ويتوسع به، لأن مرة قال لك جده راح توظف في جهة مالي، قال مالي جزء من مالي تبع المغرب، قال جده فات من ذنه وبات توظف، قال كان يدعمها. إذا تذكروا عبد اللطيف البلالي وزير الخارجية في كتاب مذكراته اتكلم على مؤامرات النظام مدرس البصري عندما حاول الهجوم على موريتانيا، لأن عدوان المغرب على الجزائر من بين الأسباب هي الجزائر منع عشية الاستقلال أن يتخذ النظام المغربي مطار بندوف قاعدة لضرب موريتانيا. قالوا أبدا إلى الجزائر تخلق تجي وتضرب دولة جارة شقيقة، واحنا ما ننتصروش ما نخرجوش الشبر خارج التراب الجزائري 2,400,000 كيلومتر مربع، لا جيشنا ولا شعبنا ولا قيادتنا ولا السياسيين نفكروا نخرجوا شبر خارج ارض الجزائر، لان نصل نظام توسعي لا نتوسع نحو الاشقاء ولا خارج بلادنا، ولكن كل من يفكر انه يفوت شبر من التراب اللي حرروها الرجال من يوم الشهيد والله يوكل النار قبل ما يوصل الشبر في هذا الجزائر. إذا كان أي واحد فيهم هذاك الشباب أنا قلت كي قال ندي بشار وتندوف وكذا، قلت لهم يكون بار مقار ويكون محشي مليح بالفيول والباقي ما يقولش الكلام هذا، وهو يدرك أنه لا يقدر لا هو لا الملك لا نظامه باش يدخل متر داخل الأراضي الجزائرية بجماعة المحسن نتاعه، يدخل متر يروحوا للدار ليه، تدخل متر أمام يروحوا احنا للدار ليه، واحنا لا نتوسع إليه ولا نريد الحرب مع جيراننا ولا نريد ندخل الشؤون الداخلية هذه ما بدأ، ولكن الجزائر